النهارده عجينة الطعمية بطريقة سهلة وبسيطة، وازاي تقليها وازاي تطلعيها كريسبي معاكي، مش بإيدك ولا بأي حاجة. هنعملها النهارده بالمعلقة. تابعوني لآخر الفيديو. هنا حطيت الفول المتلج بتاعي وحطيت فيه شوية مية، وهنزل هبدأ بقى احطه على النار على طول مباشرة واغطيه عشان يفك. طاسة على النار علقت عليها عشان اقلي الطعمية معاكم. جبت طبق ونزلت عليه بالعجينة ونزلت عليه بشوية كزبرة ناشفة. نجيب معلقة بتاعتي تقوم حاطاها كده اهو زي ما انت شايفة كده اهو، انا بعمل ايد واحدة. نقوم نازلين هنا في الطاسة بتاعتنا يكون الزيت مقدوح كويس، ونقوم حاطين كده بظهر المعلقة عليها كده. الفيديو ده للبنات الصغيرة لسه بتتعلم. هعمل كمان واحدة معاكم اهو. تحطي تضغطي اهو. اسفة عشان بصور بايد واحدة. تبلي المعلقة برضو بشوية مية. حط بقى ليمون، حط بقى ملح شوية كده حلوين. حطيت كمون وملح وليمون وهبدأ اقلبه واغرب بقى معاكم. وده كان طبق الطعمية المعتبر المقرمش، وده العيش، وده الجرجير، وده الفول، وده هو ابن الطعمية عشان يقول رأيه. خد يا مروان بص كده للكاميرا. حلوة ولا وحش؟ بص قول لهم حلوة. حلوة قول لهم باي. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.